مش عارف تبدأ منين؟ دي مش مشكلتك، مشكلتك إنك دايما بترجع لنفس العادات ونفس الأخطاء، نفس النسخة القديمة منك. ومش عشان إرادتك ضعيفة ولا عشان مفيش انضباط، لكن عشان كل مرة بتحاول تغير بتسيب أهم حاجة زي ما هي: هويتك. بص يا صديقي، كتير مننا بيستغرب ليه الاستمرار في العادات الحسنة صعب حتى مع النية الصادقة، وموجات الحماس اللي بتيجي وتروح. الرياضة والتأمل والقراءة كلها بتبان منطقية ليوم أو يومين، وبعدها فجأة تحس إنها بقت عبء تقيل جدا. وفي المقابل، أول ما عادة سيئة تترسخ تحس إنها ساكنة جواك: الأكل غير الصحي، التسويف، الإفراط في الشاشات، التدخين. ورغم إنك فاهم ضررها، الخلاص منها يبان مستحيل. وده يا صديقي لسببين أساسيين: أول حاجة، بنحاول نغير الحاجة الغلط. اتنين، بنحاول نغير بالطريقة الغلط. وفي الحلقة دي يا صديقي هنمسك أول سبب بس، ودلوقتي هقولك على 3 طبقات للتغيير. خلي بالك يا صديقي، التغيير ده مش خطوة واحدة، التغيير طبقات، زي البصلة كده. 3 طبقات. الطبقة الأولى تغيير النتائج، ودي بتركز على إيه اللي عايز تحققه: فقدان وزن، نشر كتاب، زيادة دخل. وده المكان اللي معظم الناس بتقف عنده. الطبقة التانية تغيير العمليات، ودي بتركز على إيه اللي بتعمله: نظام تدريب، روتين شغل، تنظيم وقت. ومعظم العادات بتقع هنا. الطبقة التالتة وهي الأعمق، تغيير الهوية، ودي أخطر مستوى. يعني تطرح سؤال مختلف: أنت مين؟ صورتك عن نفسك ومعتقداتك والحكاية اللي بتحكيها لنفسك كل يوم. وده الجذر الحقيقي لكل سلوك. والفرق الحقيقي: العادات اللي بتركز على النتائج بتسأل أنا عايز أحقق إيه، لكن العادات المرتكزة على الهوية بتسأل أنا عايز أبقى مين. يعني يا صديقي، النتائج يساوي ما تحصل عليه، العمليات يساوي ما تفعله، والهوية ما تؤمن به. والمشكلة مش إن مستوى أحسن من مستوى، المشكلة إن أغلب الناس بتبدأ من فوق، وده يا صديقي اتجاه غلط. اتجاه التغيير الغلط: لما تبدأ من النتيجة بتخلق عادات مؤقتة، حماس ثم فتور ثم رجوع. لكن التغيير الحقيقي بيبدأ من تحت، من الهوية. يعني مثال بسيط: اتعرضت سيجارة على شخصين، الأول قال لا شكرا أنا بحاول أبطل تدخين، كلامه سليم، لكن جواه لسه شايف نفسه مدخن وبيقاوم. التاني قال لا شكرا أنا مش مدخن. فرق بسيط في الجملة، لكن فرق ضخم في الهوية. الأول بيحارب نفسه، التاني ببساطة بيتصرف على طبيعته الجديدة. والمشكلة الخفية يا صديقي، أغلب الناس بتفكر كده: أنا عايز أبقى نحيف، دي نتيجة، همشي على دايت، دي عملية. لكن من غير ما تغير نظرتك لنفسك، الهوية القديمة قادرة تدمر أقوى نظام جديد. وخلف كل سلوك في معتقد. زي ما الديمقراطية مبنية على الحرية والديكتاتورية مبنية على الطاعة، كذلك حياتك مبنية على ما تؤمن به عن نفسك. ودلوقتي يا صديقي عايز أقول لك حاجة واحدة بس: سلوك بلا هوية لا يعيش. ممكن تحتاج فلوس، لكن هويتك إنك شخص بيصرف أكتر ما بيكسب هترجع دايما لنقطة الصفر. ممكن عايز صحة، لكن لو هويتك إن الراحة أهم من الإنجاز، العادات الصحية مش هتكمل. السلوك اللي مش متوافق مع ذاتك مصيره يختفي. والقوة الحقيقية للعادات، أو أقوى دافع، مش الحماس ولا الخوف ولا العقاب. أقوى دافع إن العادات تبقى جزء منك. مش أنا عايز أقرأ لكن تقول أنا قارئ، أو مش أنا بروح الجيم لكن أنا شخص يهتم بصحته. الهدف مش الفعل، الهدف الهوية. الهوية يا صديقي سلاح ذو حدين. هويتك ممكن تكون أعظم قوة وأخطر قيد. ناس كتير عايشة بجمل محفوظة: أنا فاشل في الرياضيات، أنا دايما متأخر، أنا مش بتاع شغل الصبح، أنا مش بفهم في التكنولوجيا. ومع التكرار الجملة بتتحول لحقيقة. والخلاصة يا صديقي، في يوم ممكن تقع عشان تعبان أو مشغول أو تايه، لكن على المدى الطويل اللي بيوقفك مش الظروف، صورتك عن نفسك. عشان كده التقدم مش محتاج هوية جامدة، محتاج هوية بتتحدث. وكل عادة جديدة مهما كانت صغيرة هي تصويت للشخصية اللي عايز تبقى عليها.
وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. لو حسيت انك استفدت شارك الحلقة مع اللي حواليك، ولو عندك اي فكرة او موقف مفيد ابعتهولنا عشان تفيد وتستفيد. ما هو انت مش هتستفيد وحدك. استنونا في الحلقات اللي جاية عشان كل فكرة او معلومة بنحكيها ممكن تكون نقطة تحول في حياتك. وعشان كده اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، ويلا نكمل الرحلة سوا عشان نفيد ونستفيد. ما هو انا برضو مش هستفيد وحدي. سلام.